من بداية السنة قررت ان انا اول حاجة هفطر بيها مش هتكون قهوة ولا هتكون شاي ولا هتكون اي حاجة من الحاجات المضرة دي. بالعكس هستبدلها باعشاب او بعصير او حاجة تكون مفيدة ليا، ما تبقاش اول حاجة تدخل يعني معدتي تبقى كوفي او اي حاجة من النوع ده، وخصوصا منتجات الالبان كمان. يعني انا بحاول ان انا ابعد تماما عن الكلام ده واستبدلهم بعصير فريش او عصير بيور او ايا كان يكون مفيد لجسمي. الكلام ده مش معناه ان انا هبطل قهوة، لا، بس يعني ما تبقاش اول حاجة اشربها على الصبح. كتير جدا بشوف بنات عايزة تبدأ مشاريع من البيت وتكون البادجت بتاعتها محدودة جدا، وما تبقاش يعني ما بيبقاش معاها راس مال كبير قوي انها تبدأ حاجة ضخمة او كبيرة، وبتبقى عايزة تبدأ بحاجة بسيطة بس في نفس الوقت تشتغل وتعمل فلوس وتعمل مكسب وهكذا. النهاردة هقول لكم على فكرة مشروع فعلا ممكن تبدأوه، والكلام ده كلام حقيقي، ويعني ناس كتيرة جدا بتعمله، وتقدروا ان انتوا تعملوه براس مال صغير جدا جدا جدا. مش عايزه اقول لكم يعني مش هتصدقوا لو قلت لكم انه راس مال ممكن يكون 300 جنيه او 400 جنيه او 500 جنيه مثلا ماكسيمم. ولو حابين تزودوا اكتر يعني يبقى عندكم كذا فكرة في المشروع بتاعكم ده، ممكن توصلوا لغاية 1000 جنيه ومش أكتر من كده خالص. وفي نفس الوقت الفيديو ده هيكون ريفيو لقوالب شي إن، وهقول لكم بقى بالتفصيل إيه فكرة الموضوع وإيه فكرة المشروع وكل التفاصيل بتاعته from A to Z هعرفها لكم كلها النهاردة. مبدئيا كده شي إن تقدروا تشتروا منه القوالب السيليكون دي وتقدروا تستخدموها في 3 مشاريع. انا النهارده هكلمكم عن مشروع واحد منهم، وهو تقريبا هيكون المشروع الاقل تكلفة في ال3 مشاريع دول. اول مشروع تقدروا تعملوا الحاجات اللي هي بتاعت الهوم ديكور او المنتجات اللي ممكن تستخدموها في الديكورات وكده. زي مثلا القالب اللي انا كنت لسه ماسكاه دلوقتي ده قالب لشمعدان، وممكن كمان يبقى مبخرة. القالب ده تقدروا ان انتوا تستخدموه تعملوه في الكونكريت وتطلعوا منه منتج تقدروا ان انتوا تبيعوه. فاول منتج خالص هي الهوم اكسسوارز. تاني منتج هو الشموع او الفواحات، وممكن كمان ما تشتغلوش بس شموع، ممكن تركزوا في فكرة الفواحات، لان الفواحات بعد كده تقدروا ان انتوا تبيعوها على انها توزيعات. يعني مش شرط يعني الشموع او الفواحات الاتنين بيمشوا توزيعات مفيش مشكلة، بس في موديلات معينة بتبقى مناسبة لفكرة الفواحات. وكمان الفواحات منتج بنات كتير جدا بياخدوه عشان وقت الجهاز او وقت ما يكونوا بيفرشوا لسه لو عرايس او كده، فبيحطوا الفواحات دي في الدولاب تعمل ريحة لطيفة. تالت بقى مشروع، وهو ده المشروع اللي انا جاية اكلمكم فيه، هو مشروع التوزيعات بتاعة المناسبات. تمام. الفكرة دي بتبقى مبنية على ان انتوا بيكون عندكم مثلا قالب او كذا قالب من موديل معين. لو لقيتوا ان الموديل ده ناجح جدا معاكم، زي مثلا البونبونيرة اللي انا بوريها لكم دلوقتي دي عبارة عن بونبونيرة صغيرة جدا، وممكن كمان يتحط فيها شمع او تي لايت او ايا كان، وتقدروا تعملوا منها كميات وتبيعوها على انها توزيعات لمناسبات. بنفس الطريقة برضو في موديل تاني منها اللي كنت برضو بوريه لكم من شوية، اللي هو اللي ما فيهوش اي تفاصيل، وهتشوفوني بقى في الفيديو قدام وانا يعني بوريكم بقى القوالب دي عملي، وبصب فيها خلطة الكونكريت وبطلع منها المنتج ازاي، وكل الكلام ده كله هتشوفوه قدام في الفيديو. وهتشوفوا كمان الصلابة بتاعة القالب وانا بستخدمه والفروقات ما بينهم والنوعيات كلها. القوالب اللي موجودة على شي ان في منها انواع كتير مختلفة، في منها الابيض، في منها الجراي، في منها الشفاف، في منها الشفاف اللي من نوعين، نوع طري ونوع ناشف. فكل قالب من دول بيبقى ليه استخدام معين، ليه ظروف معينة في التشغيل. يعني مثلا القوالب اللي بتبقى طرية كده عاملة زي الجالي شوية، دي بتبقى مناسبة جدا للشموع، بتبقى مناسبة جدا لو مثلا في تفاصيل دقيقة قوي ومش عايزينها تتكسر او كده، فبيبقى القالب طري وبيبقى مناسب جدا في الاستخدام. انا هنا بحط الكونكريت باودر اللي انا اصلا ببقى محضراه. انا بحضره بكمية كبيرة عشان اشتغل بيه وقت اما احب. ولو حابين تعرفوا ال يعني مش الوصفة بس التركيبة
بتاعه الكونكريت باودر اللي انا بستخدمها اكتبوا لي في الكومنتس وهقول لكم عليها. انا بقى هنا بحضر الكميه اللي انا هصبها في القوالب عشان اوريكم المنتج النهائي هيكون شكله ايه، وفي نفس الوقت نقعد ندردش بقى على الانواع والاسعار والكلام ده كله. في ميزه لطيفه جدا في مشروع التوزيعات، وهي ان القوالب ما بيكونش سعرها غالي، بتكون سعرها قليل جدا، عاده بتبقى اقل من 10 ريال. ده لو انتوا مثلا هتشتروا من شي ان في السعودية، او هيجيب لكم حد يعني من شي ان في السعودية. وبرضو لو حابين تعرفوا حد موثوق فيه، وانا بجربه بقالي فترة طويلة جدا، بتجيب من شي ان وبتشحن لكم بقى على في اي مكان انتوا كنتوا فيه في مصر يعني. اكتبوا لي برضو في الكومنتس وهقول لكم عليها. بنت لطيفة جدا ومتعاونة جدا وصبورة، واسعارها بصراحة هايلة ومعقولة وملتزمة. ويعني بالذات كمان موضوع شي ان ده فيه نصب كتير قوي، لكن البنت دي ما شاء الله عليها هايلة الحقيقة. يعني مفيش خالص اي وقت مثلا اتعاملت معاها فيه وحسيت ان هي ايه تعبتني في التعامل او كده. فزي ما كنت بقول لكم، القوالب بتاعه التوزيعات بتاعه الشموع ما بتبقاش مكلفه، بيبقى سعرها قليل. وعشان سعرها قليل تقدروا ان انتوا في الاول تجيبوا كذا شكل وتجربوه وتشوفوا ايه اللي هيطلب منكم. ولو ربنا كرمكم يا رب ان شاء الله وبقى عندكم اوردرات كبيره، تقدروا ساعتها ان انتوا تجيبوا من القالب الواحد ده كذا نسخه، عشان تقدروا ان انتوا تنجزوا في الاوردرات وتعملوها بسرعه. نفس الطريقة ونفس الحكاية بتكون مع الشمع، لكن الفرق في الشمع وفي التوزيعات اللي بالكونكريت هو ان الشمع نفسه الخام مكلف شوية يعني نسبيا، لكن باودر الكونكريت ما بيبقاش مكلف خالص، ومناسب جدا لأي حد عايز يبتدي مشروع بتكلفة قليلة جدا وبادجت قليلة جدا. يعني من الآخر كده الريسك فيه قليل. المجازفة اللي انتوا ممكن تجازفوها في فكرة أو مشروع التوزيعات بيبقى أقل بكتير من فكرة الشموع. ليه؟ لأن الشموع الكيلو بتاعها بيبقى من أول 100 جنيه، لكن الكونكريت باودر أقل بكتير جدا من الرقم ده. وكمان مش بس كده، التوزيعات كمان طول السنة مطلوبة، يعني أوقات كتيرة جدا مطلوبة. في ناس بتطلب الشمع ده توزيعات، لكن أنا بحس إن التنويع الأكتر والأشكال الأحلى بتبقى موجودة في فكرة الكونكريت أو القطع اللي بتبقى موجودة في الكونكريت. عايزة اقول لكم ان في قطع كمان من الحاجات اللي ممكن تنفع ديكورات او كده، برضو ممكن تنفع في توزيعات. يعني مش شرط تكون الاحجام كلها صغيرة جدا. يعني مثلا زي الشمعدان اللي انا بعمله دلوقتي ده، حجمه معقول، ولا هو كبير ولا هو صغير، فمناسب برضو ان هو يتعمل كتوزيعة لو الناس حبت ده، او لو مثلا انتوا حبيتوا تعملوه كفكرة جديدة مش منتشرة. عايزة اقول لكم بقى على حاجة، سهل جدا ان انتوا تتميزوا في الاشكال والانواع، بس لازم تدعبسوا على الويب سايت كده كتير وتقعدوا تدوروا على القوالب اللي ما تكونش منتشرة قوي، بحيث ان انتوا تتميزوا بيها. لكن في نفس الوقت لازم تعرفوا ايه البست سيلر اللي عند ناس تانية كتير ويكون متوفر عندكم، لان اغلب الناس بتبقى نمطية، بيحبوا الحاجة اللي هي يعني متعارف عليها وعارفينها وشايفينها، ما بيحبوش يجربوا. يعني مش دايما بتلاقوا حد عايز يجرب حاجة جديدة، فالحاجات اللي هي النمطية لازم تكون عندكم، زي زيادة عليها بقى حاجة انتوا مثلا ديزاين معين انتوا تتميزوا بيه. انا بقى هنا وريتكم القالب ده ينفع كونكريت وينفع شمع الاتنين، وفي الحالتين هو عبارة عن فواحة. لو هيتعمل كونكريت ممكن يتحط الزيت العطري على الكونكريت فيعمل الريحة او يعطر يعني الدولاب، وممكن الشمع نفسه ده يكون معطر فبرضه يعمل يعطر يعني الدولاب. زي ما انتوا شفتوا القالب كان طري جدا، فالقطعة طلعت بكل تفاصيلها من غير اي ديفوهات ولا اي مشاكل، وما كانش متعب خالص. وفي الاخر طلع هتشوفوا يعني في الاخر لما ركب له الشريطة وكده هيبقى شكله ايه. بصراحة شكله كان قيم جدا وحلو قوي. هنا بقى انا بعمل دي مولدنج لكل الاشكال اللي انا جبتها. القوالب دايما اول مرة لما بيتصب فيها المنتج بيحصل فيه شوية ديفوهات ومشاكل كده، لان انتي لسه بتتعرفي على طبيعة القالب، لان القوالب اغلبها لما بيكون فيها تفاصيل
وبيكون فيها زخرفة او كده، بتحبس بابلز وبتبقى محتاجة حرص اكتر في التعامل. فاول مرة دي بتبقى زي ايه، مرة استكشافية كده، انت بتستكشفي القالب ده امكانياته ايه، ايه اللي انت محتاجة تعمليه، ايه اللي انت محتاجة ان انت تاخدي بالك منه في الصب او كده. وبتتعرفي بقى على طبيعته، مثلا هل هو يعني جامد قوي مثلا او ناشف، محتاجه ان انت تتعاملي معاه بقوه اكتر او لا، ايه الحتت اللي في القالب اللي ممكن تكسر او محتاجه انك تسيسيها كده عشان القالب يطلع، القطعه سوري تطلع بشكل سليم وما تتكسرش منك. كل دي حاجات انت بتتعلميها في التعامل مع القوالب. ده بقى كان من الحاجات اللي ايه مستخبيه قوي اللي محدش يعرفها. الشكل ده تحديدا انا ما شفتوش عند حد خالص، في كل الناس اللي بيشتغلوا كونكريت الشكل ده متوفر وموجود. لكن الشكل الاولاني ده عباره عن غطا، وانا هوريكم برضو في قدام في الفيديو انا جايباه ليه. دي عجبتني جدا، شبه ميني ماوس كده، كيوت قوي، وحسيتها لذيذة وتنفع قوي لتوزيعات. سعرها كمان خفيف ولطيف، يعني اللي يشجع الناس انه السعر ما يبقاش عالي قوي. بصوا انا جبت بقى دي للسبب ده، ان انا حبيت ان انا اعمل البونبونيرة الصغيرة دي او ايا كان هي عبارة عن ايه، التوزيعة يعني الصغيرة دي، حبيت ان انا اعملها شكلها مختلف، فجبت لها غطا من الغطيان المختلفة دي، وحسيت ان هو شكله جميل جدا ومختلف تماما. وادي الفواحة، ده كان شكلها بعد ما حطيت لها الشريطة، شكلها برضو كان لطيف قوي. الحاجات دي بقى تنفع توزيعات لكتب كتاب، لخطوبة، لفرح، لسبوع، لأيا كان المناسبة ايه، حتى عيد الأم، أو لو عايزين تعملوا توزيعات لمدرسين أو كده برضو مناسب. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، وأتمنى